السلام عليكم. معكم طاقم جريدة شمس البريس اللي نشرت واحد المعاناة كيعانيوها واحد الأسرة كتقطن برج مولاي عمر مدينة الكناس. اللي كانت هاد العائلة كانت كيقتاتوا من الثروات كما كنقولوا من حاوية الأزواج، يعني كانوا كيجمعوا ميكا هادي كيبيعوا باش دابا حنا في هذا الجزء الثاني من التصوير ديال هذه العائله اللي استضفنا فيها في الاقامه ديال هذه الاسره المنكوبه، حنا نقولها المنكوبه. كنستضيفوا فيها رئيسه الجمعيه اللي غتعرفنا بالاسم ديالها والجمعيه ديالها والمجال اللي كتعمل فيه. السلام عليكم. أنا السيدة حياة كنوز، جمعية الأيادي المتضامنة لذوي الاحتياجات الخاصة مندوبات فرع مكناس. المجال اللي نخدم فيه جمال العمل الانساني. انا المهم الجمعيه ديالي تطلب العمل الانساني، الاعاقه على المجتمع المدني. المهم انا هذه الحاله هذه فين تلاقيت معاها كنت في المقاطعه، جيت كانت عندي واحد الوقفه ديال رمضان غادي نفرقها، تلاقاتني واحد الاخت خدامه في المقاطعه تتعطي داكشي ديال شهاده السكنه، قالت لك استاذه الله يجازيك بخير انت متى طالبينا بان نعطيوك شي معاونه تقدري مقدمين، راه كاينه واحد المعاونه هنايا تقدري بانك تشوفيهم وتساعديهم. قلت لها مرحبا، هبطاتني وراتهم ليا، تلاقات معايا هاد الاخت هادي عنقتني، انا اختي شرفتني بالاسم ديالها، شتا هزه وليداتها، كانت معاها حتى الام ديالها، لقيتها هزه وريقاتها وتتبكي وتتشكي بان انا الولد عندي مكرفاص وانا تندي ولدي للطبيب ما تيشوف فيا حد وحنا مكرفصين. المهم قالت لي هانتي شتي الحاله ديالتها، عنقتهم قلت لهم راكم بقيتوا فيا، جاو الناس تمايا تيعنقوني حتى حنا وقفي معانا وديري، قلت لهم دابا انا ما مساليه لكمش، انا دابا مع هاد الناس هادو واللي من الحي ديالي وتيسكنوا حدايا، دابا انا نشوف معاهم ومن بعد نتوما. تلقيت بالسيد عيطت لجريده شمس بريس، سيمز الله يجازيه بخير، قلت له واش يمكن لك دير معايا واحد النداء نوصلوا لواحد الناس، راه شنو طلبت منه هما، قال لك مرحبا ديري لنا داك النداء. اتصلت بالسيد جا عندي، انا ناعسه تيصوني عليا، قال لي خرجي، انا جينا عند الناس، جينا لقينا بصح الله شاهد عليا انا تنقول كلام الحق، يعني جينا لقينا الحاله ديالتهم لا حاله، راني ماشي بكات عيني، راه بكات القلب ديالي من الداخل، كما قلتها حتى للسي الرئيس بوانو تا هو قلتها له، قلت له الحاله راه ماشي تتبكي العين، ربما العين لا بكات راه تتبكي الخدع، ولكن القلب الا بكى من الداخل راه تيبكي الصدق. قال لي مرحبا، بقيت مع هاد الناس هادي سالينا، خرجنا، مشيت اسيدي عيطات لي واحد الاستاذه خدامه عند البشويه، قالت لي اجي عندي، درت عندها كاسكروط، بقيت نعاود لها، هزات داكشي اللي قسم الله جبتو لها في الليل، وجات معايا تمرت خويا بلي مارا جايبه معاها 20 درهم، عطيتها لها، قلت لها دقيت عليها بالليل، قلت لها اختي هاكي شدي، عنقتني، تباوسنا مشينا بحالاتنا. اسيدي عاوتاني ولات واحد رئيسه ديال الجمعيه تتسكن في بلاص دار، حتى هي تدير لي ذوي الاحتياجات الخاصه، قالت لي يا اختي حتى حنايا غنمدوا واحد المساعده، صيفط لهم في الواتساب، كاع اللي تنعرفهم كله صيفط له في الواتساب، المساعده ما كانتش من الناس ديال اليوتيوب، تلقاش ما لغاوش لينا المساعدات، تلقاش لا جينا نقلبوا في اليوتيوب راه شلا بزاف الحالات. يعني ديك السيده شنو دازت لواحد الحانوت تقدات السلعه الله يخلفها لها بالعشره، وجابت واحد الصاك ديال الحوايج ماشي جداد، حوايج غير قدام فيهم سبيبطات وفيهم حويجات، وجابت معها التقديه من تقداتها وعطاتها 100 درهم، الاستاذه فضيله معها النائبه ديالتها عطاتها 50 درهم، الشيفور اللي جابهم عطاها 20 درهم، والسيده لقيناها الاخت لقيناها صايمه، لقيناها سخفانه الله يتقبل ليها. خرجت السيده قالت لي واش ما عندهاش باش تفطر، قلت لها راه كي شتي الحاله ديالتها، خرجت وجبت لها نص لتر الحليب ولا لتر الحليب الله اعلم. من موراها استاذ عاوتاني جا عندي المحامي، تلاقى بيا قال لي اختي هذه الامانه غادي توصلك، كنت اتصلت به قلت له باش مصطفى مواق، الاستاذ مصطفى مواق، قالت له خويا الحاله اللي صيفط لك في الواتساب بان ديك السيده بغينا نصاوبوا لها وريقاتها، راه قالوا لي الراجل عندها ميت امها ندير لهم واحد المعاونه، قال لي مرحبا، عطاني 4000 ريال في الطوموبيل، قلت له دوز تمشي معايا، قال لي لا ما نمشيش معاك، انا تندير فيك الثقه وعارفك اش تسوي، شديت منه ديك 4000 ريال زرقاء. اختي دابا بغينا
لا غير تنقول لك استاذ باش تعرف شنو كاين، بان المساعده اللي كانت ما كانتش من الناس، سمعي المساعده اللي كانت ما كانتش من الناس ديال اليوتيوب، كانت الناس ديال اليوتيوب راه بقات يتصلوا بينا راه كانوا تيضحكوا علينا. هي تنقول لك المساعده اللي كانت ديك المساعده قليله ولا ما هذه. انا حنا دابا حنا بس هذا اللقاء درناه ما بينك انت كرئيسه الجمعيه وما بين الاسره من كوبا. انا كنقول لها اسره من كوبا، يعني شكون الناس اللي بغينا، الناس اللي استجابوا، الناس المسؤولين، الناس المسؤولين. انا اللي طرقت الباب، صيفط للسيبوان وصيفط له ميساج، راه مازال عندي في الواتساب ما استجابش ليا، ما ردش عليا في الميساج. اتصلت بالاستاذ المحامي مصطفى مواق، خدامنا واحد الموعد معاه، لقينا رئيس الجماعه عنده اجتماع، مشينا عنده من الجوج وحنا في الجماعه حتى 4:30 عاد استقبلنا. دخلنا عند رئيس الجماعه الله يخلف عليه ويكثر من خيره، استقبلنا استقبال، قال لي شنو هو الطلب اللي تطلبي لهاد الناس؟ قلت له الطلب اللي تنطلبه لهاد الناس انا ما تنقولكش بان الماده ولا شي حاجه، الحاله راك تتشوفها، راه صيفط لك الفيديو يعني راك تتشوف، راك تتحكم. انا الحاله الوحيده اللي عندي هو داك الولد اللي عنده 28 سنه، اللي راه عيب على دارهم وعيب على الناس حتى في الزنقه. الا دخلتي لدارهم راه ما تقدرش تدخل. قال لي مرحبا غنداوي الولد وغنداوي البنت، ماشي غير الولد، راه شفت الولد وشفت البنت. قال له هو انا غنعطيهم واحد الباني، قال اشكود سي اشكود، قال له انا غنعطيهم واحد المعاونه، واحد الباني فيه، قال له اشكود نعطيهم شي 2 ولا 3، قال له ولا 4 البانيات. خلاها معنا هكا وخرجنا. استاذ بحالنا اتصل بعدا بالطبيب قدامنا، اتصل بالطبيب ديال مولاي اسماعيل، الطبيب ما استجبش ليه، قال لي انا غادي نرد عليك يا استاذه. حتى جاتني واحد الاخبار، جاني تليفون قالوا لي راه جاتهم شي قفه. قلت لهم انا غنعيط على الشريفه ونسولها. ساعه الشريفه من عيطت لها بقات تدير معايا شويه تفاجات في ديك الهضره. المهم ما كاين مشكل. فاش اتصلت بداك السيد قلت له جات بديك القفه، قال لي يعني القفه جاتني ولكن ما قالوليش بان دوك الناس غير تنقول لك كيفاش. حنا المشاهد اللي غادي يشاهد هذا الفيديو يعرف الجهات المسؤوله اللي دعمت. مازال ما عندناش شي مسؤوله اللي دعمت، غير سيبوانو راه داير معانا بان غيعالج الولد وغيعالج البنت. سيبوانو راه داير معانا، قال لك هما راه صيفطوا لهم شي واحد اللي جاب لهم، قال لك القطنيه راه جاب لهم. المهم انا اللي سمعنا ما نعرف داك الشيء. المهم انا الله يجازيه بخير، انا طلبته على الولد بانه يتعالج ليا، الا تعالج لنا الولد راه تعالج لنا كلشي. قال لك هو الولد راه يبرا، تلقاش هو سيبوانو تيدير دكتور. اسمعني دابا الحديث ديالك ولا مجهودات تجبر على اللي قمتي بها. يعني دابا غادي نشوفو اخت سناء. السلام عليكم. الام ديالك؟ الام ديالي شحال ديال الوليدات؟ 4. يعني شويه هضري بس. عندي 4 ديال الوليدات. 4 ديال الوليدات. خوتك شحال عندك؟ عندي 2 ديال الاخوان عندي الحالات بجوج هما اللي عندي. عندك 2 شحالات هما؟ عندك حنا في المجموع كاملين في الدار 8 نفوس. 8 نفوس ما بين ولادك وما بين الاخوان ديالي. الحاله اللي كتعيشي انت دابا سناء اختي، بغينا نعرفوا الحاله اللي كتعيشي يعني والصعوبات اللي كتمري بها. سمحي لي اسمعي، الصعوبات اللي كتمري بها يعني والبيبان اللي كتطرقيهم. واش عمر هاد البيبان اللي طرقتيهم يعني من جهه المسؤوله او لا جمعيات او لا، يعني واش عمر طرقتي شي باب ولقيتيها مفتوحه؟ انا قبل السلام عليكم. صراحه عمري ما طرقت انا شي باب، وما عمري انا زعمت ما كنتش كنقدر نخرج برا ونسول. اللي كتسولي تيقول لك ما نعرف نوريوك، يمكن واقيلا شي حاجه مفيده ما كايناش. كنمشي بحال كنمشي بحال الناس، كنمشي المقاطعه كالمواطنه، كناخذ الاجراءات ديالي كمواطنه عاديه. ما عمري قدرت نتجرأ ونحكي الظروف ديالي لانني قاصحه عليا بزاف. واخا باش كنت كنعيش. واخا سمحي لي يعني باش كنتي كتصرفي على هذا على اسمعني كاسمعني يعني نعرفوا باش الثمن باش كان كاريه هاد الدار ديالي كاريه ب 19000 ريال. 19000 يعني فاش كتخدمي باش كتخدمي كتجمعي هاد. كنمشي نسعى في الفيروجات، واحد كيعطيني واحد ما كيعطينيش، من الجمعه للجمعه يشهد عليا الله وسيدي بوزكري. داك المقابر ديال سيدي بوزكري وجع عروس كنكون فيهم من الجمعه للجمعه. كنمشي نجيب الخبز
من المقابر، وكنجيب صريف وكنتسنى واحد السيد الله يخلف عليه الله يجازيه بخير كيعطي 400 ريال، كناخذ ديك 400 ريال ونجي. كنمشي كتسالي الوالده ديالي من الطوارو، كنتبعها انايا كنجيب داك الشيء اللي قصر الله من موراها. المعاناه اللي كتعانيها بالنسبه مع العلم ان عندك اخت مريضه عندها مرض جدي وعندك اخ عنده مرض نفساني، يعني هو ماشي نفساني استاذ، هو كان استاذ. نكمل لك، عنده مرض نفساني. يعني واش فتو ديتو للطبيب، والاخت ديالك واش فات مسات الطبيب، شنو الاجراءات اللي داروا معاها؟ الاخ ديالي انا هو اللي ديته واحد المره قبل ما كنا نداء لا والو، ديته 7 دقائق وعطاني ورقه بانه غادي يمشي ضروري يتعالج في مولاي اسماعيل. دينا شافوا الدكتور حدو دقوا ليه الجبراوت، قالنا شوفوا هذا ولد هذا يمشي للدار، ما عندناش اللي غادي يصبر ليه ولا اللي غيقابل هذه الحالات. يعني فوق ديتو هذه راه مده ديال 3 شهور ولا 4 شهور قبل من هذا النداء كاع. قبل ديتو يعني ما بغاوش يشدوه لا. شكون اللي قال لكم ما شدوش؟ دكتور كبير تما كاينه، قالنا شوفوا هذه الحاله هذه ما نقبلوهاش لحقاش ما عندناش اللي غيصبر لها وقابلها، سود الدراري الطبيب اختصاصي. انتم كما كتسمعوا بان هذا الطبيب ديال مولاي اسماعيل ديال القبيبات دات خوها داتو الطبيب، يعني الطبيب ديال الشعب، الطبيب ديال المخزن ديال الامراض النفسيه، وكتفاجئ بان الطبيب كيقول لها بان حنا ما عندناش اللي غيقابل خوك، ما كاينش اللي غيصبر له، مع العلم ان خوها عنده مرض نفساني حاد. احنا غادي نشوفوا الحاله ديال هذا باش يعني غنقلوا الحقيقه، يعني بلا زواق بلا هذا. كما غادي تفضل معايا الاخ نشوفوا الحاله ديال السيد كي الحاله اللي عايشها هانتوما كتشوفوا، يعني الحاله ديالو هذا المده شحال هو هكا؟ هذه المده ديال 7 سنين. 7 سنين وهذا الشاب هذا سادين عليه الريحه فيه وكل شيء فيه، وقابلين علينا الجيران، قابلين علينا مراس الدار الله يخلف عليها، راه حاله لا يرثى لها. 7 سنين وهذا الشاب عنده 28 سنه، راه كلشي تحت منه، راه الجيران كيتشكاو من برا الريحه كتخرج ليهم، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي داز كيقول لك كنشد الريح، حوايجنا لا خرجنا للزنقه كتبقى فينا الريحه. كما كتشوفوا نتوما كتشوفوا الحاله ديال هاد رضا المدغيري، الاسم ديالو رضا المدغيري، والحاله ديالو يعني شحال من عام هكا؟ 7 سنين. 7 سنين. واللي الاخت ديالو داتو السبيطار ديال مولاي اسماعيل بمدينه مكناس. اللي الطبيب قال له حنا ما قال كيما على حسب القول ديالك قال بانه ضربوا له الجبال، قال له حنا ما عندناش اللي غيقابلو، اللي غادي يصبر له ولا اللي غادي يقابلوه تما. يعني دابا واش كاين شي سبيطار اخر نعرفوه باش يمكن هذه العائلات ديال خوان هاد المصحه اللي كيقبلوا على بحال هاد الحالات. يعني الحالات هذه راه كضر المجتمع كامل، وكضر الناس الناس اللي كنكريو عندهم، الناس اللي كنكريو عندهم راه ما تيقبلناش حتى شي واحد. هذا النداء كنوجهوه للجهات المسؤوله باش يشوفوا من الحاله ديال هاد الناس، لان هذا راه خصو يمشي للطبيب، خصو يمشي يداوى، ما خصوش يبقى في هذه الحاله هذه بعد الحاله. هذه راه كي ولدت امي راه غير سترناه دابا بفوطه. العمر ديالو شحال عنده في العمر؟ 28 سنه، راه غير سترناه بفوطه، راه كيما ولدت امي تيبقى. اطفالو راه لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. راه ولا كينوضوا بعد الرد في راسو. يعني كنتوما اللي كتغسلوا له. الوالده ديالي راه السكر، الوالده ديالي هي اللي كتصبر لي وكنهبط الحويجات حتى العوين تبيدروا وكنصبر الماء. نشوفوا الحاله ديال الاخت ديالك. مرحبا فاطمه الزهراء. ها هي الاخت ديالي، ها هي الاخت ديالي، ها هي الاخت ديالي حالتها من راسها حتى رجليها. حاشاكم شرف الله قدركم. كما كتشوفوا هذه الحاله ديال هاد الاخت ديالها، يعني في الدار هذه كاين 2 حالات خصهم المعالجه. راه حاشاكم حتى من الجهه التناسلي ديالها فيه. الور
كما نقولوا حنا. هو وهاد اختك ما عمرها تعرضت على شكل ديال الجلد؟ كانت عندها ملي كانت صغيره شي شويه كانت عندها وحده كبيره. لا سمحي لي خليه. يعني واش عمركم عرفتوها؟ لا ما عندناش امكانيات وما عندناش لا كاين السيمتر ديال ما عمرنا مشينا يعني ما عمركم مشيتوا؟ ما عمرنا مشينا. يعني كنشوفوا هاد الحاله اللي هاد الاخت هادي اللي كيخصها العنايه الطبيه لهاد المرض الجلدي اللي كتعاني منه. راه حتى مرة صح لي راسك. يعني الحاله ديالها بلا ما راه باينه الحاله. كنوجهوا نداء الناس الناس المسؤولين الناس انتم الشرف شوفوا الراس يشوفوا هذه الحاله هذه حتى هي. شوف راه حاشاكم تشرف الله قدركم كلشي. فهمتي؟ يشوفوا هذه الحاله هذه. فولا انا نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني راه الامكانيات متوفره، الامكانيات راه كاينه متوفره تبارك الله. عندنا راه كاين سبيطارات، كاين دكاتره، كاين خص تكون تقدم مساعدات بحال هاد الناس هادو. يعني راه حنا في مغرب جديد، مغرب بقياده جلاله الملك محمد السادس، يعني اللي كيعطي راه جميع الخطابات ديالو راه كيهضر على هاد المسائل. يعني خص هاد المسؤولين هادو يشوفوا لهاد الناس شويه، يشوفوا لهاد المواطنين. يمكن لك الدور اختي انتم تشوفوا الحاله من هنا عاوتاني ديالها هنا. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني راه حنا تألمنا في هاد الزياره هادي، راه حنا تألمنا بزاف، واللي قدرنا الله حنا هادي راه غادي نديروه، غادي نوصلوا هاد الشيء للرأي العام. الله يجازيكم بخير. يعني غادي نوصلوا لهاد الشيء. الله يجازيكم بخير. حنا ما عندنا جهد. يعني الله يجازيكم بخير. هو السكر هو هذا نداء كنوجهوه للمحسنين والناس المسؤولين يشوفوا لهاد الحاله ديال هاد العائله هادي اللي يعني راه ما يمكنليش نعبر. يعني انا اول زياره ديالي راه ما قدرتش، يعني راه ملي دخلت ما قدرتش نسمع واحد الريحه عنده في الدار ديال الاخ ديالو. يعني راه عاد يقول بلاصه عاد نفسه، يعني راه ما يعني بحال الحال ما خصوش يكونوا. ما تيقبلوش علينا في الكرا، ما تيقبلوش علينا، ما عندناش فين نمشيو. هاد الولد غير ما يوز الزنقر ما يوز الشارع. ولهذا حنا كنوجهوا هذا النداء الثاني، ونتمناو يكون واحد التلبيه لهذا النداء الثاني. وكما قال السي رئيس الجامعه السي بوانو، قال لي ان هو هضر مع الدكتور يعني في اقرب وقت. يعني راه ما دارت خير، هذا ماشي هضرت مع الدكتور، يعني راه ما غادي يخسروا والو. راه كاينه السيارات اللي غادي تدي هاد الانسان غادي حتى للطبيب. يعني مده دابا باش تنصر النداء الاول ما جانا تطبيب. النداء الاول باش تنصر مده ديال 3 سيمانات تقريبا. لا شهر وزياده. شهر وزياده باش تنصر. يعني ومازال الحاله هي الحاله. باش تبرعوا عليهم هاد الناس كما قلنا السي بونو كنشكروا على هاد المعاونه اللي عاونتنا. يعني بغينا نشوفوا هاد المعاونه اللي عاونكم السي بونو. واخا بغينا نشوفوا هاد المعاونه اللي عاونكم التقديه اللي صيفطكم السي بونو. مرحبا. التقديه يمكننا نشوفوها. ها هي هذه التقديه سيباركم رئيس جماعات المالكي. شكون المالكي؟ السي المالكي والاستاذ بوانو الله يحفظه. السي المالكي حسن المالكي والسي بوانو اللي صيفطهم عباره عن كوفيتير، سكر، مطيشه، شوكولات، يعني لي بسكويت، الكاطو وداك الشيء. الطحين، الزيت، يعني شحال ديال الطحين كما كتشوفوا. يعني باش ما كنقلوا داك الشيء، يعني باش ما نقولوش حنا انت الشريف. يعني
يعني زوج خناسه ديال الطحين. زيد بوطات الزيت وواحد واحد طيبنا به سالا. حنا زوج خناسه ديال الطحين، زوج طارويات الزيت، السكر السكر واخا. داك السر. انتم كما شفتوا هذا رئيس جماعه مكناس سي بوانو مع السي حسن المالكي اللي صيفطوا هذه المعاونه عباره عن مواد غذائيه لهاد الناس. وحنا حنا بغينا يكون شي حاجه ايجابيه لهاد الناس، شي حاجه تكون ايجابيه تكون هاد الناس. ايجابيه هي يعني تكون واحد يحاولوا يديروا واحد المبادره ديال التنميه البشريه، يديروا لهاد الناس شي مشروع مدير الدخل باش يعيشوا بها العائله. يعني راه ما كاينش حاجه زعما صعيبه، بس شي مشروع هما يشوفوا المسائل غير باش نبقاو باش ندخلوا واحد المريض الدار اللي يصبر علينا في الكرا ديالها. داك المشروع منو باش غيبقاو يخلصوا الكرا باش يبقاو يعيشوا. فما نقولوا كنخلصوا هاد الشهر. حنا بغينا نخلوا الحقيقه كما هي، يعني بدون زيت وبدون زواق، بلا ما نزوقوا. حنا كنقولوا داك الشيء اللي كاين. زيد الناس شكون الناس اللي عاونوكم ماديا؟ لا ماديا ما الناس على برا الله يخلف عليهم، ماشي فلوس كبيره، ما كيقولوش الاسماء ديالهم. كيعطيك اللي قسم الله في الزنقه كيتلاقى كيعطيك اللي قسم الله. هادشي هذا من زمان الناس كانوا كيعطيونا اللي قسم الله من زمان، عارفين عندنا الوليدات تامه كيجيو يعطيونا اللي قسم الله. الجمعيه ديالها الام ديال السيده سناء، عندك شي حاجه ما تضيفي لهاد؟ بغيت وليداتي يتشافوا، وراني مشيت راني شحال ما كنلقى بهاد السكر، ومشيت للسبيطار بالحمى تيقول لي ديري التحاليل، وانا ما لقيتش باش غندير هاد التحاليل. هو كنوصل لي 5 غرام و26 وباقا الان. شكون اللي تمشي دير التحاليل؟ طبيب الحومه. من الحومه مشينا كاين شي خدمه دار كثير المحمد الخامس. ما عنديش بطاقه الرميد؟ انا ما عنديش. يلاه وعلاش ما صوبتيش بطاقه الرميد؟ كانت عندنا ما بقاتش عندنا، قال لك تسالات دابا ما يمكنش تستافد. دابا حنا لحقناكم رحم الوالدين هذه الحاله ديال هاد الناس، ونتمناو تكون واحد الاستجابه. ونزيدو كاستاذ، انا جاتني واحد القفه من استاذه ربيعه من المدرسه القدسيه اللي ساهمت